بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهاردة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهاردة هنتكلموا على حاجة مهمة جدا في الدولة المصرية. يمكن طالعين يقولوا المصريين في الدول العربية متسولين. عمرنا ما كنا متسولين. طب هتشوفوا الصور بتاعت ايام الملك فاروق وتشوفوا العمارات. انتوا دلوقتي لغايه النهارده هتتجنوا على عمارات اسكندريه اللي في نص البلد، تحفه معماريه مفيش زيها. لغايه النهارده بتيجوا تشوفوا اثارنا وبتيجوا تشوفوا العمارات بتاعتنا الاثريه الرائعه اللي فوق الرائعه. لغايه النهارده بنتسول في ايه يعني؟ انتوا لو شفتوا مصر على ايام الملك فاروق في جمالها وشفتوها دلوقتي طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل طرازات معمارية فخمة جدا. طول عمرنا من تقدم لتقدم لتقدم، عمرنا ما كنا متسولين. يمكن انتوا كنتوا بتستنشقوا على المدرس المصري وكان بيروح لكم المدرس المصري علم أجيال في الدول العربية، علم أجيال في الدول العربية، والدول العربية كلها تشهد بذلك. ما عمرنا ما كنا متسولين. أحلى دكتور وأحسن دكتور وأفخم دكتور الدكتور المصري. أما كنا في دكاترة مثلا عملت مشكلة وعملت حاجة كانوا بيقولوا الدول الغربية هاتولنا المصريين. انت ازاي تحجز او تسجن دكتور مصري؟ ما ينفعش. هاتولي كل الدكاترة اللي في مصر. ايام كورونا كانوا عاوزين كل الدكاترة اللي في مصر، الدكتور والمدرس والمهندس والضابط والمحاسب، بسم الله ما شاء الله، والكيمائي. احسن كيمائيين النهارده مصاروة في العالم، احسن كيمائيين. بكره تستنشقوا على مهندس يشتغل عندكم ما تلاقوش مصري، او دكتور او محاسب او اي مهنه من المهنات. احنا بنطلعوا بره بنبقوا علماء. فاللي بيقول على مصر متسوله انسان جاهل وغير متقدم. واللي انا عاوزه اقوله لكم في فيديو تاني هقوله لكم بقى.